السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. اليوم شحال ما هضرت والحمد لله اليوم بغيت نهضر على واحد الحاجة حيت عييت صابر وبغيت نهضر على هاد الحاجة هادي. وشحال من واحد ينتقدني في هاد الفيديو هذا، شحال من واحد يقول لي كتهضر شي حاجة اللي ما عندك حتى شي علاقة بها، ولكن بيناتنا الله سبحانه وتعالى ولا يحكم بيناتنا، بيني وبينك انت اللي كتنتقدني وبين هذاك اللي ينتقدني هو مول الفعله هذه. الاخوان، اليوم في مدينه وزان، مدينه الشرفاء، مدينه دار الضمانه، مدينه اللي معروفه بالكرم، مدينه اللي معروفه بالانسان بالايمان، معروفه بالفقهاء، معروفه بالطلبه، معروفه بالناس الدين، ومعروفه بالناس الدين واقولها واكررها، معروفه بالشرفاء الدين، معروفه بعلماء الدين. مدينه وزان معروفه بزاف ديال علماء الدين، ومعروفه بزاف ديال ناس متدينين. يعني كتسمع وزن كتعرف القران، كتعرف الجوامع، الناس كيمشيو للمسجد كيصليو، كتشوف بزاف د الحوايج كتقول الحمد لله. اليوم الاخوان انا جالس في الفم ديال الكراج، يعني في الباب ديال الكراج جالس واقف بطبيعه الحال، كنقنط جالس على هذا الكرسي هذا، كنخرج من الباب باش انا كنخرج كنشوف الطوموبيلات طالعين هوادين، كنلاهي الوقت كما كنقولوا، يعني كيكون عندي ما يدار ملي كنكون خدام بطبيعه الحال ما كنشوف والو. فاذا بيا الاخوان كدوز البنت الاولى، ياك دازت واحد نص ساعه، دازت البنت الثانيه، دازت البنت الثالثه، عزكم الله. هاد البنات اللي يدوزوا كاملين لابسين واحد الصوفيطنات، كاملين طالعين فوق السره ديالهم كتبان، السره ديالهم كتبان، يعني من عزكم الله من الثدي ديالو هو اللي شويه مغطي. الثدي راكم عارفين علاش كنهضر، هو اللي شويه مغطي، اما الحمد لله الكرش ديالها كامله عريانه، لابسه لبس قصيره، كلشي عريان. دخلت عليكم بالله، واش ما عندكم والدين؟ دخلت عليكم بالله، واش نتوما اباء؟ واش نتوما امهات اللي يدخلوا ولادكم يخرجوا عريانين؟ واش نتوما اب؟ واش نتوما اصاحبي؟ واش في العهد الجاهليه، في عصر الجاهليه، في عصر الانبياء وفي عصر الرسل كانوا الجهلاء بزاف، كانوا كيكافحوهم، كيتقاتلوا معاهم على ود انهم يوصلوا لهم العلم ويوصلوا لهم شحال من حاجه ويتقوا الله، وكانوا الناس كيسلموا وكيسمعوا. وفي عهد الانبياء ما كانش التبرج لهاد الدرجه هذه. اليوم التبرج ولا لواحد الدرجه كبيره وواحد الحرقه قلبي كيحرقني. علاش؟ انا لا دخل لي فيهم، انا كندعي الله عز وجل هاد الناس هادوما اللي مربين ولادهم هكا، هو ربي هو اللي ياخذ الحق. ما عندي حتى شي علاقه، يعني انني غنمشي نهضر معاها نقول لها كذا كذا، عن نصحى نمشي للحبس، معروفه نمشي نقول لها